ايه السلام عليكم. يا ترى أول ما بتسمع التتر ده إيه أول حاجة بتيجي في بالك؟ طب اديني عقلك كده واسمع ده. برامج المقالب أو الكاميرا الخفية كانت جزء لا يتجزأ من الموسم الرمضاني لسنين كتير. كل يوم العيلة بتتجمع قصاد التلفزيون بعد الفطار عشان تتفرج على المقلب الجديد. حاجة خفيفة كانت بترسم على وشك الضحكة بعد يوم صيام طويل، أفكار بسيطة وأداء سلس وناس حقيقيين من قلب الشارع، كلها ماتيريال كانت كفيلة إنها تطلع لك منتج جودته عالية وبأقل الإمكانيات. بعدها بدأت برامج المقالب تتوجه ناحية النجوم والمشاهير، فشفنا برامج زي حسين على الهوا وحيلهم بينهم. بس رغم كده البرامج دي كانت معمولة باحترافية عالية وحققت نجاح كبير. لكن مع مرور السنين بدأت برامج المقالب تاخد منحنى تاني خالص، وبدأت تدخل فيها حسابات وترتيبات معينة، والهدف منها اتغير تماما. عشان هنا يجي السؤال، ليه برامج المقالب ما بقتش تضحك زي زمان؟ هل احنا اللي اتغيرنا ولا السوق نفسه اللي اتغير ولا ايه بالظبط؟ خليك معايا يا صاحبي وانا هقول لك الحكاية من طقطق لسلام عليكم. فكرة الكاميرا الخفية ظهرت لأول مرة في أربعينيات القرن الماضي في أمريكا، ومنها انتشرت في العالم. وفي الثمانينات بيقرر الأستاذ طارق نور منتج الإعلانات الشهير إنه يطبق التجربة في مصر ويعمل البرنامج بس بطابع مصري. وعشان يضمن نجاح البرنامج وزيادة جماهيريته قرر الاستعانة بواحد من عظماء الكوميديا، وهو الراحل العملاق فؤاد المهندس. وكانت فكرة الحلقات إن فؤاد المهندس كان بيعمل المقدمة بتاعة البرنامج، بعدها بيجيب لك شوية مواقف طريفة مع الناس في الشارع، وكان بيشترك معاه ممثلين زي إسماعيل يسري ومحمد جبر. وكانت الفكرة الأساسية للبرنامج هي إنهم يعملوا مقالب في الناس العادية ويشوفوا رد فعلهم، ودي كانت حاجة جديدة على الجمهور، عشان كده الكل كان بيتابع بشغف. البرنامج حقق نجاح ساحق وبقى جزء أساسي في رمضان، واتعمل منه 8 مواسم، ودي كانت الحقبة الأولى للبرنامج. عشان نيجي بقى للتسعينات، ودي بقى نقدر نسميها الحقبة الذهبية. البداية كانت مع الفنان الراحل محمود الجندي في برنامج حاجة تجنن سنة 96، وبعدها بسنة وبالتحديد سنة 97 بتبدأ الطفرة الحقيقية للبرنامج، وده لما بدأ يقدمه العبقري الراحل إبراهيم نصر. إبراهيم نصر رسم شخصية أسطورية وقدم كاركتر ضحك كل بيت في مصر، وهي شخصية زكية زكريا، الشخصية الأسطورية اللي كانت هي البطل الرئيسي للبرنامج. وكان معاه كرو مميز كان بيساعده في المقلب. والميزة هنا إن المقالب كانت متنوعة وفي أماكن مختلفة، يعني ممكن عادي المقلب يكون عند فكهاني أو محل ملابس أو صيدلية أو شقة أو فندق. وكانت برضو المقالب بتتعمل في الناس العادية، وكنت بتستمتع وبتستنى تشوف ردود الأفعال بدون أي ابتذال أو إسفاف. كان برنامج عائلي لطيف يصلح لكل فئات المجتمع، والفكرة أصبحت مادة خصبة للمنتجين. عشان بعدها بسنة وبالتحديد سنة 98 يبدأ عرض برنامج مقالب تاني، وهو اديني على اللي نجاحه ما يقلش ابدا عن الكاميرا الخفيه، وكان برضه كل اعتماده على جمهور الشارع العادي. وكان بيقدم البرنامج حسين مملوك ومنير مكرم، بعدها برنامج الحقونا اللي كان بيقدمه الراحل طلعت زكريا. اما في الالفينات الفكره اتطورت وبقت تستهدف النجوم والمشاهير، زي برنامج حسين على الهوا اللي بدأ عرضه سنه 2001 وحقق نجاح كبير قوي ساعتها. وكان الجمهور لاول مره يشوف مقلب بيتعمل في فنان على الطبيعه، وكان مستني يشوف رد فعل الفنان ايه لما يستفز. وبنفس التيمه وهي مقالب المشاهير بيجي البرنامج الأنجح في الألفينات، وهو برنامج حيلهم بينهم اللي بدأ عرضه سنة 2007. والبرنامج ده حرفيا عمل قلبان ساعتها، وكنا أول مرة نشوف ردود فعل قوية للفنانين بعد تعرضهم للاستفزاز الشديد. واللي ساعد على ده الأداء الرائع لمقدم البرنامج عمرو رمزي، اللي نجح فعلا إنه يخرج الفنانين عن شعورهم ويكشف لك جوانب مختلفة في شخصياتهم. ولحد هنا يا صديقي واعمل ستوب، لأن برامج المقالب من بعد البرنامج ده هتتحول لمسار تاني خالص، وخصوصا بعد دخول بعض الشركات المنتجة والقنوات الفضائية في السباق. وتحس كده إن الساحة كلها فضيت مرة واحدة عشان يظهر برنامج واحد بس، البرنامج اللي هيبدأ عرضه سنة 2011 وهيستمر معانا لحد النهاردة. في سنة 2011 بدأ رامز جلال أول برنامج مقالب ليه، وهو رامز قلب الأسد. البرنامج حقق نجاح كبير والفكرة كانت مختلفة ومميزة، لكن رامز ومن أول برنامج ليه أخد خط مختلف عن البرامج القديمة، وهو الاعتماد على عنصر المفاجأة واللعب على أعصاب الضيف. والحقيقة التيمة دي كانت واكلة جدا في البداية، وكنت بتستنى تشوف الفنان لما يتعرض لعنصر مفاجئ أو لخطر معين هيتصرف إزاي. وبعد النجاح الساحق للبرنامج بيقرر رامز يكرر التجربة في السنة اللي بعدها ويقدم رامز ثعلب الصحراء،
وبعده البرنامج الأفضل لرامز وهو رامز عنخ أمون، وأصبح برنامج رامز جلال هو ركن أساسي في رمضان، وبقيت تستنى كل سنة عشان تشوف فكرة المقلب الجديد. لكن سنة ورا سنة بدأت الأفكار تبقى مملة ومكررة، مفيش أي جديد، وساعات كمان الفكرة بتبقى ساذجة جدا، وده خلى البرنامج يفقد شريحة كبيرة من جمهوره. واللي زود ده لما طلع كتير من ضيوف البرنامج وأكدوا إنهم بيبقوا عارفين المقلب، وده نسف عنصر المفاجأة اللي في الموضوع وخلاه أقرب للتمثيلية. ده غير إن في عناصر تانية دخلت في المشروع، وبدأ الموضوع يتحول لبزنس ومادة للمعلنين، وتحول البرنامج من الفكرة البسيطة لمشروع ضخم ببادجت كبيرة، وكمان بقى يتعمل بره مصر برعاية خليجية، وتحول برنامج رامز لبراند أكتر منه برنامج مقالب. ده غير إن البرنامج نفسه كسر بعض القواعد بتاعت زمان، زي مثلا المقدمة اللي رامز بيبدأ بيها البرنامج اللي بتبقى مليانة إيحاءات وسخرية وتنمر على الضيف. كمان معظم الحلقات بتبقى كلها شتيمة وفي السنين الأخيرة تحس إن البرنامج بقى يتعمد إنه يهزأ الضيف، مش مجرد بيعمل فيه مقلب وخلاص. وبكده تكون ضاعت الفكرة الأساسية لبرنامج المقالب، اللي هي مقلب خفيف بنضحك فيه على ردود الأفعال، وتحول لبرنامج سادي مبتذل للكبار فقط، وما بقاش عائلي زي زمان. وفي النص بقى في ناس حاولت تعمل برامج من نفس نوعية رامز، زي هاني رمزي ومحمد فؤاد وفيفي عبده، لكن الجمهور ما تقبلش ده، لأنهم يعتبر كانوا نسخة باهتة من رامز، وما كملوش فعلا، لأن ببساطة الجمهور ساعتها كان بدأ يمل من رامز نفسه. بعد ما عرفنا تاريخ الكاميرا الخفية نيجي للسؤال المهم: ليه برامج المقالب ما بقتش تضحك زي زمان؟ وليه بقينا نحس إنها فيك ومصطنعة؟ أول حاجة يا صديقي هي افتقاد البرامج دي للعفوية والبساطة. زمان كان سر نجاح البرنامج في بساطته، في عفوية رد الفعل، الواقعية في الأفكار، والتنفيذ المتقن ليها. زمان كنت تحس إن مفيش حزق أو مبالغة عشان يطلع منك الضحكة، كل حاجة كانت سلسة، كان بميزانية بسيطة وبأقل الإمكانيات بيقدر يخطفك ويشدك معاه. إنما دلوقتي ورغم كم الصرف والتجهيز للمقلب، ورغم عناصر الإبهار البصري والسمعي، إلا إنك تحس إن في حاجة غلط، في مبالغة وأفورة أكبر من مجرد مقلب. وده ياخدنا للسبب التاني: زمان كانت الفكرة أهم من المقلب وأهم من الضيف. الضحك كان بيطلع من الفكرة نفسها، أيا كان المقلب هيتعمل في مين، إذا كان فنان أو شخص عادي مش هتفرق، ده أو ده هيشرب المقلب وأنت هتضحك. إنما دلوقتي بقى النجم أهم، عشان كده برامج المقالب بقت تركز على الفنانين، وده طبعا عشان نضمن نسب المشاهدة وفلوس الإعلانات وخلافه. الموضوع اتحول لبزنس، أهم حاجة المكسب، ومش مهم البروجكت شكله إزاي، يعني الموضوع بقى تجارة من الآخر. السبب الثالث إن الجمهور بقى ذكي جدا وواعي. الجمهور بقى له سنين بيتفرج على مئات المقالب أجنبية وعربية، ومع انتشار السوشيال ميديا الموضوع بقى أسهل، فبيبقى مستني الفكرة الجديدة والمختلفة، ولما مش بيلاقي ده بيمل من المنتج، وممكن يرجع يتفرج على القديم تاني لأنه بيبقى حقيقي أكتر. فكرة جذب الجمهور دلوقتي بقت صعبة ومحتاجة مجهود كبير من الصناع. ببساطة الجمهور ما بقاش يضحك عليه. السبب الرابع بقى هو الشك. من ساعة ما الشك دخل في اللعبة والموضوع ما بقاش حقيقي. زمان كان المقلب واقعي ويتصدق، برغم ان في ناس دلوقتي بتقول ان زمان برضو كانوا بيبقوا متفقين مع الضيف، حتى لو ده حقيقي يحسب لهم انهم كانوا بيقدموا لك المنتج النهائي وكأنه حقيقي 100%. انما السنين الأخيرة بقى باين جدا ان الضيوف بتبقى عارفة المقلب، بيجوا بلبس مقفول، كتير من ردود افعالهم بيبقى باين قوي ان هي فيك ومش حقيقية، فانت بتبقى عارف انها تمثيلية، فبالتالي مش بتضحك ولا بتتفاعل، واخرك ممكن تتفرج على البرنامج من باب التعود او الروتين، زيه زي اي مسلسل، يعني بالبلدي بتبقى عارف انهم بيمثلوا عليك بس بتعديها. السبب الخامس ان زمان كان الضحك بيطلع من الاشخاص، يعني الشخص اللي بيقدم البرنامج بيتقابل وجها لوجه مع الضيف وبيعمل فيه المقلب. انما دلوقتي بقى المقلب عن بعد، او رامز مثلا بيكشف عن نفسه بعد نص او ثلاث ارباع المقلب، وبيكون الضحك او اللي هم فاكرينه ضحك يعني بيبقى طالع من شكل المقلب، الانتاج الضخم والمؤثرات وتهزيء الضيف والتنمر عليه. هتلاحظ ان الفكره اتحورت تماما وبعدت عن هدفها الرئيسي. لكن لو تبص لشخصيه زكية زكريا او الشخصيات اللي كانت في الدين عقلك، هتلاقي ان الشخصيات دي نفسها كانت بتضحك قبل المقلب نفسه، فساعتها هتشوف الفرق فعلا. حتى حسين على الهوا وحيلهم بينهم كان المقلب راقي، لا كانوا بيبهدلوا الضيف ولا يدلقوا عليه ميه ولا الوان ولا مواد لزجه، انما كانوا بيلعبوا على الحته النفسيه. وبعدين انا مش عارف ايه المضحك انك تجيب انسان وتقعد تبهدله وتهزق فيه وتتنمر عليه وعلى شكله، هل ده بيبسط الناس يعني؟ هل دي كوميديا وكده؟ الكاميرا الخفيه فن صعب جدا ومحتاج يتبني على 3 ركائز: عنصر المفاجاه والكوميديا، والنقطه الثالثه والاهم هي عدم ايذاء الضيف. لو اخليت بعنصر من ال3 هيطلع المقلب ضعيف والجمهور مش هيشتريه.
بس كل ده ما يمنعش ان كان في محاولات كويسه جدا في السنين الاخيره، زي برنامج محدش فاهم حاجه لمحمد ثروت اللي اتعرض سنه 2020 واتعمل منه موسم واحد بس. والميزه في البرنامج ده انه رجعنا تاني للمقالب في الجمهور العادي، اكيد مش بنفس ريحه او عظمه برامج زمان، بس كانت محاوله لطيفه وموفقه. كمان السنه دي وبرنامج الكاميرا الخفيه اللي بيقدمه تميم يونس، اي نعم هو برضه بيعتمد على استضافه المشاهير، بس ده ما يمنعش ان فكرته حلوه وبيحاول انه يرجع الارث القديم. السؤال ليك، هل ممكن الكاميرا الخفيه ترجع تاني زي زمان، ولا دي كانت حقبه ذهبيه وانتهت؟ اكتب لي رايك تحت في الكومنتات وهندردش مع بعض، وخش خد لك لفه في القناه كده بدل ما انت قاعد زهقان، مش هتخسر حاجه يعني. اشوفك على خير يا صاحبي، سلام.